السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غنشوفوا واحد التقنية كاينة في السيارة بالنسبة للناس أو للنساء اللي كيخافوا على الأطفال ديالهم أنهم يتلاحوا من السيارة أو لا يتسيبوا في السيارة. إذا هاد التقنية الشركة فكرت فيها مزيان، شركة ديال السيارات، وفكرت أنها تعمل التقنية من أجل السلامة ديال الراكبين، سواء كانوا الأطفال أو لا كانوا الناس كبار. في كل سيارة وفي كل مكان من الأماكن كاينة هاد التقنية هادي، هي تقنية القفل أو القفل أو كيفاش نشدو السيارة ديالنا. إذا باش نشدو السيارة ديالنا من الخلف إلا كانوا معنا الأطفال، كاينة تقنية كيما تشوف في الفيديو. التقنية هادي هي ملي كتضغط على الزر هذا كتهبطو لتحت، كتعطيك أنه تم القفل ديال الباب، صافي. بالتالي واخا يجي مثلا الطفل الصغير يفتح الباب كما كتشوفوا بهذه الطريقة، يفتح الباب ما تفتحش الباب، ما يمكنش الطفل يفتح الباب حتى تفتح انت الباب من الخارج. يعني حاول واخا عدة محاولات ما تفتحش الباب، لانك شديتي الباب بطريقه يدويه بتقنيه ديال هذا الزر هذا اللي قلت لك كاينه في كل سياره. الانسان يبحث في السياره ديالو حتى يشوف هذا الزر هذا فين كاين. وبالتالي يجب من المعلوم بان كل سياره خص يكون عندها واحد الكرسي خاص ديال الاطفال. هذا من القوانين أو من الضروري، يجب أن يكون في كل سيارة كرسي خاص للأطفال من أجل السلامة ديال الطفل. حتى الوضعية والطريقة اللي كنحاولوا أننا نوضعوا بها الكرسي كاينة تقنيات. إلا كان مثلا الكرسي في الأمام التقنية ديالو خاصة، إلا كان كرسي في الخلف التقنية ديالو خاصة. بالتالي يجب علينا أن نحافظ على سلامة الأطفال ديالنا، لأن الأطفال نحن المسؤولون عليهم. لهذا يجب علينا أن نكون على قد أو على تمام المسؤولية بأن نحاول أن نحافظ عليهم وعلى سلامتهم بشتى الطرق. واخا نعرف أنا مثلا نمشي عند المعلم مثلا ديال التريسيان ديال السيارات، ونحاول أنني نفصل هذا الزر هذا اللي كيفتح الباب، القفل اللي كيفتح الباب نفصلو نحيدو. كاينه التقنيه كيعدلوها بعض الناس انه ما تفتحش الباب من اللور مره، يعني واخا يبغي الطفل انه يفتح الباب ما تفتحش الباب حتى يفتح هو الباب من الخارج، صافي. وبالتالي من اجل السلامه ديالنا الاحسن نديرو حزام السلام او حزام السلامه. وكذلك من الافضل اننا نشوفوا كيفاش نشريو الكرسي باش نامنوا السلامه ديال الاطفال ديالنا. اذا هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا، نوريكم الطريقه والتقنيه كيفاش شدوا الباب باش ميبقاش الطفل يفتح لنا الباب ويوقع له شي خطر او شي مكروه. كنشوف بعض الفيديوهات كثيره، بعض الكاميرات اللي كيصوروا مثلا خارج المدينه، كتشي بان الطفل الصغير يعني سقط من السياره، وبالتالي كان ان تدوسه حافله. يعني اذا كان الطفل صغير انه تدخل فيه يعني حافله راه ما تبقى ما تجمع فيه. وبالتالي يجب علينا ان نحافظ